يسعد لي اوقاتكم حبايب قلبي، وان شاء الله يا رب الجميع يكون بألف ألف خير، ورمضان كريم على الجميع. حبيبتي انا اليوم حابة اعمل افطار كباب. عندي كيلو ونص كباب مجهزته، وعندي انا بحب اعمل على طول حدون سلطة بيواز، وبعمل طراطور كمان كتير طيب حدا الطراطور، ومجهزة البقدونس لسلطة البيواز، ومجهزة كمان غراض الفتوش، بدي اعمل جد فتوش. وحابة احط مع الكباب بالصينية، حابة احط حبة باذنجان وبصل، وجبت بندورة من هون حبات الصغيرة كمان كويس بدي احط بقلبهم، ومجهز البطاطا كمان. حابة كمان احط فطر كمان، عندي هون نص كيلو فطر مجهزته. هلا اكيد بدي بلش، اهم شي هلا بدي احط الكباب بالبراد، وبدي بلش بنقاية الخضرة. نقاية البقدونس هلا بدي احطهم بالجاط. انا بحب بس بدي اغسل الخضرة نقعها بالخل، خل وملح، اهم شي لازم تنقعوا الخضرة. هلا بدي افتح المي عليهم، بدي ارجع كفي تنقاية البصل، وبدي اقطع البطاطا. هلا بدي كمان البصل والخس كمان اهم شي. خلي انا البقلة والزعتر لحال، عشان هون ورقة ورقة بنشيلهم، خليهم غسلهم لحال. من بعد ما نقعت الخضرة بدنا نبلش بصينية الكباب. انا جهزت الصينية وحطيت فيها خبز، حطيت فيها بس قبعة وحدة. هلا بدي بس حط زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. بدي رش سماق، بدي خلطجي على كل الخبزة. بدي رش كمان حار، انا طاحنة الحار بالبيت كمان، ما بدي كتر حار، بدي قد ما في اني خفف لانه كتير حارين. هلا بدي رش البقدونس، كمان انا حاطة بالكعب الصينية زيت بس مش كتير، يعني شوي صغيرة زيت. هلا بدي اقطع البصل شرحات، بدي اعملها للبصلة. كمان بدي اوزع على كل الخبزة. قطعت نص البصلة وخليت نصها، بدنا نبلش بالكباب. إذا بدكم تعملوهم كرات، وإذا بدكم تعملوهم بشكل أصابع، يعني اللي بدكم إياه. هلا بدي أعمل أكيد، يعني بده يضل زيادة، يعني بدي أعمل صينية تانية. انتوا الشكل بدكم إياه فيكم تعملوه. وبدي كفي الباقي زيت الطريقة. من بعد ما خلصت أول صينية جهزتها، هلا بدي أدخلها على قلب الفرن. أنا حميت الفرن وجهزته، هلا بدي أحطها بقلب الفرن. زيت زيتون، بسم الله الرحمن الرحيم. كعب الصينية. هلا بدي أحط خبز كمان قبعة وحدة، وبدي ارجع كمان ضيف زيت زيتون. بدي لكم هونيك كمان رشة ملح، الملح حسب الرغبة، بدكم ترشوا اكيد على الخضرة، على البقدونس والبصل، وعلى كمان الكباب شوية ملح، يعني ما تكتروا. هلا كمان بدي اضيف سماق،
بس هون حابة قبل ما اضيف السماق بدي احط رب البندورة، بس ما حكتر، شوي صغيرة بدي امسح الخبزة. هلا بالملعقة بنصير نجيب هيك، يعني انا حطيت شوي بدي امسحها على كل الخبزة، حطها على الاطراف لفوق كمان. بدي اقلل كتير، يعني ما بدي اجيب بعد رب احط انه رب البندورة، خلص بس هيدي كفاية، بس بدي امسحها كلها. صارت على كل الخبزة. هلا بدي اضيف السماق. من بعد ما ضفت السماق كمان بدي اضيف البقدونس. بدي اضيف البصل كمان، زيت الشير شرائح. هلا بوزعهم كمان على كل الخبزة. بدي اوزعهم على كل الخبزة. هلا بدي اجيب حبة الباذنجان، بدي اقطعها مكعبات، مكعبات كبيرة. كمان بدي اخليها بالنص. بس انا حطيت حبة باذنجان. انه حبة باذنجان خير الله. هلا بدي اجيب البندورة كمان، حبيت البندورة وحبيت الفطر كمان، بدي اقطع الفطر بس بالنص. اذا كانت حبة كبيرة بعملها 3، اذا صغيرة لا 2. ما بعرف انتوا طريقة الفطر كيف بتنظفون. انا بشيل القشر عنهم، بقطعها من فوق، هيدي بقطعها من فوق وبشيل القشرة كله، لانه هي تيجي الحبة كتير نظيفة. انتوا الطريقة ما بعرف، تبقى اكتبوا لي بالكومنت كيف تعملوا الفطر. هلا بدي اضيف حبات البندورة وبرجع بضيف الكباب. هلا بدي رش ملح اكيد، الملح حسب الرغبة. بحط عليهم شوية زيت زيتون، شوية زيت زيتون كمان ملح. بدنا نبلش نضيف الكباب. هلا بدي الكباب اعملهم كرات. كمان بدي كفي الباقي ذات الطريقة. من بعد ما خلصت الصينية، هلا بدي اطلع على الصينية اذا صارت تمام، بدي اشيلها واحط هيدي. على فكرة نسيت ضيف حار، رجعت ضفت لهم حار. ما شاء الله، هي الصينية الاول صينية حطيتها صارت كتير تمام، منظرها بشهي.
حبايب قلبي هيدا كان افطارنا لليوم. الله يتقبل اعمالكم، صياما مقبولا ان شاء الله، ورمضان كريم. حبيت اعمل لهم كباب بالفرن، وكمان حدهم سلطة الكواز كتير طيبة وطراطور. اكيد البطاطا المقلية بحبوها تكون سخنة لان عم بقلي لهم اياها وجهز لهم اياها. بتمنى يعجبكم الفيديو حبايب قلبي، ما تنسوني باللايك والشير وسبسكرايب.